واخيرا الحزب راح يسلم سلاحه. كتار اللي ناطرين هيدا الخبر برا لبنان ومعهم شويه لبنانيين جوا. بعد الحرب الاخيره على لبنان بلشت المطالبات الاسرائيليه بنزع السلاح، مش تسليمه، نزعه، لانه في فرق كتير كبير بين الشغلتين. امريكا ما بدها الدوله اللبنانيه تستلم سلاح الحزب. طلقه واحده ممنوع الجيش اللبناني يستلم من مخازن الحزب. المطلوب هو اتلاف سلاح بارضه. وماذا يعني ذلك؟ يعني ارجاع لبنان الى مرحله ما قبل العام 1982، يومتها ما كان في بارودة وحده ببيروت تقاتل الاسرائيلي. بظرف 3 ايام وصل الاسرائيلي من الجنوب على بيروت. فكيف اليوم اذا ما في سلاح يمكن بربع ساعه بفوت على بيروت، حتى يمكن يبطل اسمها بيروت. مثل تل ابيب، ما كان اسمها تل ابيب قبل. بس المشكله انه في بعض اللبنانيه، الطله اللبنانيه بين قوسين، راكدين اكثر من الاسرائيلي لنزع السلاح، على قاعده انه كل مشاكل البلد تنحل اذا سلمنا البارود، على اساس مشاكل مصر والاردن والسودان حلت بالتطبيع. ما هيك؟ بس اصرار الاسرائيلي على نزع السلاح بيكشف قديش الدعايه يلي عملها على اساس انه منتهى كانت كلها كذب. يعني من لما خلصت الحرب والاسرائيلي كل يوم بيطلع بيحكي وبيقول انه قضى على 80% من ترسانة الحزب، يعني بعد في 20%. بيني وبينك محرزة تعمل خطب على لبنان كرمال 20%. بالمحصلة لبنان بالنسبة لإسرائيل بعده حجر كبير قدام مشروع إسرائيل الكبرى، وهيدا المشروع اللي رح نحكي عنه بالريل الجاي.